وكان هو اللي بيعزمني، انا ما كانش معايا فلوس ولا حاجه. كنا بنشوف بقى الافلام الامريكاني. يعني هنا ابتدت تتفرج على شيء جميل، تتفرج على شيء حلو. صورة انا ما اتفرجتش على الافلام المصريه الا اخيرا. والله. ما كنتش احب اشوف افلام يعني. حتى بعد ما حضرتك اشتغلت في السينما وقدمت لا ما اتفرجتش على افلام. اتفرج على اجنبي على طول. على افلام امريكاني. منطقه الحلميه دي منطقه جميله. يس. انا عارف مكان سينما وهبي، وعارف اللي هي الحته النزلايه دي. أيوة. من عند اسم الخليفه، من عند شيخون، دي منطقه حضرتك. جامع شيخون. وفي سبيل ام عباس. انا كنت في مدرسه اللي هي بامبا قادن. بامبا قادن افتكر كان ليها علاقه بالخديوي اسماعيل، يا اما كانت امه يا اما كانت مراته يا اما كانت حاجه كده. بامبا قادن. وعلى فكره العائله المالكه عملت اشياء كويسه جدا في مصر. الخديوي اسماعيل لغايه دلوقتي المالكه الحقيقه عملوا وعملوا الجامعات وعملوا المدارس وعملوا الكباري وعملوا القناطر وعملوا مصر الحديثه فعلا. يعني في المشهد اللي بقول فيه في يعقوبيان تحس بالقاهره كان شكلها ايه يعني، اللي هي قاهره الخديوي اسماعيل. انا خايف عليها دلوقتي. لانك لما تروح باريس تلاقي نفس الاماكن ونفس العمارات ونفس الشكل. واللي بنى قاهره الخديوي اسماعيل أيوه. هو المهندس اوسمان اللي بنى ايام نابليون بنى باريس. والله. يعني في حاجات شبه، يعني زي وسط البلد. احنا فعلا عندنا وسط البلد ده جميل جمال. باريس كلها وسط بلد فعلا، كلها وسط البلد. بشكل البنى، بشكل ستايل المباني. يعني حتى لفت دماغي ان البلكونات والشبابيك في حديد كده، الفرفورجيه القديم ده. لا والحديد ده اتباع يجيب كام يعني. والحقيقه باريس طبعا الواحد انا ببقى لما بخرج من مصر ببقى عايز ارجع تاني، حتى من وانا في الطياره. بحب مصر كده وبحس بالغربه يعني. حتى لو الواحد بيشوف حاجه مضايقاه. بس باريس الحقيقه انا رحت باريس، رحت لندن، رحت استراليا، ورحت امريكا. وكنت بروح مسرح، بعرض مسرح. وده كان شيء جميل يعني. انما باريس بتحس بالجمال في كل حاجه. بس للاسف ما بعرفش امشي برضه هناك. بيتلموا عليا الناس في الشارع في الشانزليزيه والعرب، كميه عرب طبعا، كميه عرب. وبعدين بقى كل واحد يقابلني صوره وبتاع، والدكتور مانعني من الفلاش. من الفلاش. فببقى محرج جدا اقول له يعني مش هينفع تصور، ممكن يتضايق. ايوه ببقى متضايق. انما هو تبقى متعه بالنسبه له انه عايز يتصور معاه. وساعات يجي يحضنك ومعاك كاميرا يروح حاططك زي كده، اللي هو بتتحط قدام الامر الواقع. وبعدين خصوصا لما يجي يصورك بالموبايل. ايوه انت ممكن يطلعك عريان بعد كده وبيحصل فيك بلاوي زي ما بنشوف ساعات حاجات كده شكلها مش